هتعمل ايه بقى مع روحك؟ اديها واحد ساحل، اديها طلع الشرم، خليها تروح على الغردقه، وبرضه قاعده انت بتسكنها لكن مش اكلتها. مخنوقه جدا، تعمل ايه؟ تقول انا مخنوقه، انا هنزل مع اصحابي. انزلي مع اصحابك. تنزل مع اصحابها، تعمل ايه مع اصحابها؟ نركب العربيات، وبعدين نبدا ايه، نلف بالعربيه ونشوف النهارده العربيه الاوبل بتلف التجمع من الاول للخامس بتاخد كام لفه، ورايحين جايين بنعمل ايه، بنستمتع. وبعدين ندخل على هنا، طب شوف العرض ده، طب شوف مش عارف ايه، شوف كذا شوف كذا شوف كذا شوف كذا. فبيعمل ايه؟ قاعد ياكل الانسان اللي احنا اتكلمنا عليه ده حاجه بتزود الايه، الشرقان عنده. فواحد عطشان فبيديله ميه، بس ميه دي ميه بحر، فيعمل ايه؟ ميه مالحه، يزداد عطشه. فهي روحها بتصرخ، روحها مخنوقه، تقول لك انا مخنوقه. تعملي إيه؟ تقول لي خلاص تعالي هشربك، تعالي هاكلك. هتاكليني ايه؟ هاكلك النهارده هنطلع على كيدز اريا نلعب لعبه، تعالي نطلع. ودنها تفط وتعمل، وصوره برضو على الكائن الاصفر والاحمر والازرق، وتنشر الحاجات دي كلها. وبعدين بعد شويه لايكات، اول ما تروح البيت وتقعد في البيت 5 دقايق 10 دقايق، خناقه جامده جدا الساعه 3 بالليل بينها وبين مامتها. وبعدين تقفل الباب، وبعدين بتهدد بالانتحار، وبعدين مش عاوزه حد يكلمها، وبعدين تنام. تيجي تنام، مين اللي قاعده جنبها دي؟ نفسها. بس هي بينها وبين نفسها في خصام، مخنوقين. فروحها بتطلع لها بقى تقول لها انا مخنوقه. فهي بينها وبين نفسها اعمل لك ايه؟ ما انا وديتك مطاعم، وديتك الرحله، وديتك، عملت كل حاجه، اعمل لك ايه؟ هي تقول لها حرام عليكي، انا بموت، انت مش شامه ريحتي، انا بحتضر، انا مش قادره. فتبدا ايه، مش بتخاف جدا 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 تخلو بنفسها. عشان كده دايما راشقين في فكره الصحبه، مش عاوزين يقفلوا على انفسهم الباب. ليه؟ لان بينه وبين نفسه، بينه وبين روح وحشه، الحياه معاه وحشه، فهو مش قادر يستحملها. فالحل ايه؟ لازم ينام، لازم انام. فيدنه كده في الحل ده لغايه ما يتهد. وممكن ايه اللي يهده؟ ممكن ياخد حاجه يبلعها عشان تهده، او يعمل حاجه غلط عشان تهده. واول ما يتهد وينام يصحى على امتى؟ على بعد الظهر، وفي روايه بعد العصر، ويصحى مخنوق. مجرد ما يدخل الحمام ويعمل يصحى كآبة ورا الكآبة. ليه؟ ذبح يومه بلا سكين، لا في فجر ولا في ظهر ولا في عصر. وبعدين يصحى، وبعدين شوية يكتب على الجروب هنتقابل امتى؟ زميله بيقول له ده انا عندي شغل، وزميله التاني بيقول له ده انا مسافر، والتالت بيقول كذا. فحس بالخنقه، روح تقول له ايه ده، هنقعد لوحدنا، احنا مش طايقين بعضنا. جاله مخرج. ايه هو المخرج؟ الكائنات، مواقع التواصل. بس العيشه الافتراضيه، خلينا في الوهم الافتراضي ده جميل، خلينا نعيش هنا. خليني اكتب بوست كده اخلي الناس تديني تنشغل بيا، وبعدين اروح على تويتر اقول ايه، فانيه، فواحد يقول لي خير طمني فخليني غامض، وبعدين اروح اعمل قلب كده مجروح في حته تانية، واحد يخش لي مالك طمنا عليك ومش عارف ايه والكلام ده كله، وبعدين يكتب على الفيس مش هنسى، لغايه ما في حد تاني يطلع له. والحياه في النهايه ايه اللفه الطويله دي يا ابن الحلال؟ ايه اللفه اللي انت فيها دي؟ يقول لك يا شيخ انا حاسس ان بنتي معمول لها عمل، ما تيجي تقعد معاها شويه، ولا نوديها لطبيب نفسي، والطبيب نفسي يدخلها فين؟ يدخلها في متاهه اكتر من المتاهه اللي هي كانت فيها. طب الحل انك تفهم كويس هو ايه اللي بيصرخ. لو جسمك صرخ اديك بتاكل، انا جعان، فبطنك بتقول لك انا جعان، فتروح ايه؟ تقوم تاكل. انا عطشان، بتقوم تشرب. طب روحك بتقول لك انا جعانه، ايه الحل؟ قاعد بتاكلها الاكل الغلط، لان الروح مش دي سعادتها ولا ده اكلها. الروح بتاكل تونه جايه من البرازيل، صح؟ برضه لا. امال الروح دي هتاكل ايه؟ الروح دي غذائها اتصال بالخالق، غذائها سماوي. بس مش هتديها الغذاء ده خلاص، لان الجسد مخلوق منين؟ الجسد ربنا خلقه منين؟ الاصل اول الخلق من تراب، صح؟ من الارض، صح؟ فغذاء الجسد ارضي، غذاء الجسد ارضي. سيدنا ادم لما ربنا خلقه كان من تراب، من طين، من حمأ مسنون. كل دي كان جسد، الدراع والجسم كان جسد. الجسد ده الارض، يبقى هياكل من الارض وهيشرب من الارض، حاجاته طالعه من الارض، يبقى كل احتياجات الجسد ارضيه. طيب عشان يبقى ادم نبي نفخ الله فيه من روحه. اذا الروح لما اتوجدت ما اتوجدتش من الارض، يبقى لازم تعلق بالله سبحانه وتعالى، لازم الحنين الى السماء. فالروح دي عامله زي عود الكبريت. عارفين عود الكبريت؟ اما تولع عود الكبريت، ركزوا كده، ركزوا كويس. عود الكبريت دلوقتي لما بتولعه وتطلع الولعه منه دي وتوجهه للارض، الشراره الولعه بتروح فين؟ انت بتوجه دلوقتي عود الكبريت للارض. اعملوا التجربه دي ايه بعد ما تخلصوا، بس تعملوها بوجود بابا وماما، ماشي؟ وما تعملوهاش على سجاد. لما انت تمسك دلوقتي عود الكبريت وتوجهه للارض،
بينزل للارض ولا تلاقي الولعه بتاعته منطلقه للسماء؟ بتنطلق للسماء. ماشي، تنطلق لفوق. هي روحك كده، روحك فوق. كل ما انت بتنزل تحت هي بتطلع فوق، كل عما هتنزل هي تطلع فوق، كل عما هتسجد هتقترب، لان هي هتطلع فوق. فالمعنى ده لما تعيشه هتلاقي ان الروح بتاعك مرتاحة قوي.